أنا بس بدي أفهم شغلة، إنه كل أعضاء مجلس الشعب والمحللين السياسيين والصحفيين الموالين للنظام، سواء بمقالتهم اللي عم يكتبوها أو بالمقابلات يلي عم يجروها على شاشات الفضائيات، كلياتهم عم بيطلعوا ليدافعوا عن النظام باستماتة، رغم إنه أفعاله صارت مشينة ولا إنسانية، وكأنه هذا هو دورهم الوحيد. عم يتكلموا بعصبية بدون أدنى منطق وبدون أدنى عقلانية، عم يكذبوا التعذيب وصور القتلى والفيديوهات الموجودة واللي صارت منتشرة بكل العالم، وعم يتهموا الشعب إنه هو مندس وعميل وخائن. والأغرب إنه كلهم عم بيقولوا إنه الشعب بالكامل يعشق الرئيس بشار وما بده غيره. يعني بس بدي أفهم شغلة واحدة، إنه من أيمت كانت العلاقة بين الرئيس والشعب هي علاقة عاطفية أو هي علاقة غرامية، علاقة حب وهيام؟ مو المفروض إنه هي العلاقة هي علاقة تعاقدية تربط الشعب بدور الرئيس بقيامه بمهامه ومسؤولياته وواجباته الجسيمة؟ إذا هذا الرئيس قام بمهامه المطلوبة منه يحيى ويشكر وربما يتم انتخابه لدورات مقبلة، وإذا لم يكن فنحن ما عم نحلل شخصية الرئيس بشار الشخصية، نحن عم نحكي عنه كرئيس له واجبات لازم يقوم فيها. بعدين مو لكل نظام بالعالم مهما كان جيد في موالين ومعارضين؟ يعني أليس هذا الشيء طبيعي؟ ما سمعت بحياتي إنه الأحزاب الموالية بتخون الأحزاب المعارضة وبتتهمها بالخيانة والعمالة وبتحاربها بشدة وكأنه بينها وبينها في تار شخصي، إلا عنا بسوريا. ولا واحد من هدول الأشخاص شعر بالحزن ولو لدقيقة على دماء الناس اللي عم بتموت، اللي هن أهلنا وأهلهم بالمقابل، واللي تجاوز عدد هدول القتلى 200. ولا واحد فيهم مهتم للجرحى أو للمعتقلين أو لحتى المفقودين، وكأنه نحن عنا المهم بسوريا هو تغطية الجثة مشان ما حدا يشوفها. مو المهم إنه نحن في عنا جثة ولازم نعرف ليش في جثة ومين القاتل حتى نحاكم القاتل. يعني الشعب عم يطالب بالحرية والكرامة، بيقوموا هن هذا النظام بيزيد الرواتب وبيبدل الطرابيش. أغلب الوزراء الجداد هن جايين من حكومة مستقلة، وفي بعضهم هن حتى غير مرغوبين للشعب. وبيسموا هاي الإصلاحات، بيسموها إصلاحات، هي ما إصلاحات، بيسموها إصلاحات، بيسموها كمان إصلاحات جسيمة وإصلاحات شجاعة. الشعب بيقول إنه أنا يا جماعة بحاجة لعملية جراحية لاستئصال السرطان من جسد الأمة، فبيقوموا بيقدموا هن للشعب قطعة شوكولا وبيقولوا له هي مكرمة من السيد الرئيس يجب أن تتشكروا عليها ولازم نطلع بمظاهرات مليونية لتأييد الرئيس. يعني مثل طالب امتحان المفروض يفوت يقدم مادة الرياضيات، بيقوم بفوت بيكتب قصيدة أدبية وبيستغرب ليش أخذ 0. بيستغرب كيف النظام عم يستغرب إنه نحن ما عم نهدأ وبعدنا عم نطلع بمظاهرات. نحن رح نضل نطلع بمظاهرات لأنه ما عم بيفهم علينا. نحن بدنا حل سياسي فوري، مو وعود ولا قمع ولا قتل، لأنه هذا الشيء ما عم يزيد غير اللي هو بين الشعب وبين السلطات. عم يقمعوا المتظاهرين ويقتلوا ويعذبوا، وفوق هذا بيمنعوا الإعلام من الدخول لتغطية الأحداث. والأنكى إنه بيطلعوا على فضائيات هدول الأقنية اللي بيمنعوهم إنهم يفوتوا، بيكذبون بيهاجمون وبيتهمون بالعمالة وبالتخوين وبياخذوا ساحتهم بالكامل. يعني بالنهاية كمان بيقولوا إنه ليش المتظاهرين ما عم يعطوا الرئيس مهلة، وكأنه المتظاهرين لما عم يتظاهروا عم يربطوا الرئيس وعم يمسكوه من ايديه ورجليه ويمنعوه من الحركة، وكأنه هن عم يمنعوه من التفكير واتخاذ اي اجراء، رغم انه هو كان قادر باي لحظة انه هو يخرج للشعب ويصدر مراسيم ويقوم بالاصلاحات اللي الشعب عم يطالب فيها، مو بالاصلاحات يلي هي بتكون حفر وتنزيل على مزاج النظام. بس الرئيس الحقيقة للأسف يوم بعد يوم عم يثبت انه هو ما عم يفهم على الشعب وما بده يفهم على الشعب، وعم يعتبر انه هو في علاقة ندية بينه وبين الشعب ولازم ينتصر على الشعب، فعم يزيد من القمع والعنف والاعتقالات يوم بعد يوم. وهي العلاقة التنافسية بين الرئيس والشعب علاقة غير طبيعية، علاقة غير صحية، وما رح تصل بأي طرف من الأطراف لأي نتيجة مرجوة. أنا ببساطة بدي أقول له للرئيس بشار إنه نحن ما بنكرهك كشخص أو كإنسان، ولا بنكرهك لأنه أنت ابن حافظ الأسد الدكتاتور المحنك القاسي اللي دوق الشعب
30 سنة من المرارات. ورغم أنه الطريقة اللي إجيت فيها لاستلام الحكم كانت طريقة غريبة وغير قانونية، إلا أنه نحن تأملنا خير كتير كبير. وبعتقد أنه أنت أخذت فرصتك وحتى أكثر من فرصتك. 11 عام من عمر السوريين، شو عملت فيهم؟ شو قدمت لنا من إصلاحات حقيقية تذكر أنت أساساً مقتنع فيها؟ نحن لما بنقول هلأ نحن نريد إسقاط النظام، مو لأنه بنكرهك كشخص ولا لأنك تنتمي إلى طائفة معينة، بل لأنك أثبتت فشلك بالكامل كرئيس للجمهورية. يعني أنا بدي أقول شغلة كمان تاني، إنه الرئيس كان عنده فرصة ذهبية ليهدئ النفوس بالخطاب المنتظر يلي وعدتنا فيه بثينة شعبان وبعد منا فاروق الشرع. كان عنده فرصة ليحلحل الأزمة وبنقعد بعدين نتحاور، بس بخطابه الغريب والمخيب لأي ذرة أمل زعزع الشعب وأشعروا أنه هو ضدنا وليس معنا، وهو ما بيشتغل تحت الضغوطات والأزمات. بعدين بعد الخطاب شو اللي صار؟ زاد العنف وزاد الاعتقال وزاد تأجيج النفوس. بدي أرجع أقول له أنا لبشار شيء كتير مهم، أنه دم السوريين غالي جدا جدا جدا، وما بعرف ليش حتى بدهم يانا بالموت انه يكون في خيار وفقوس. يعني لو كان يا سيادة الرئيس واحد من اولادك او من اخوتك هن اللي تعرضوا للقتل، هل كنت انت خرجت او انتظرت اسبوع او اكثر من احتجاجات المتظاهرين لحتى تكتمل عندك الصورة بعدين لحتى تطلع تحكي مع الشعب؟ هل كنت خرجت امام مجلس الشعب وفمك مليء بالضحكات وتستند الى مظاهرات مليونية نحن كلياتنا بنعرف كيف اتطبقت وكيف تزبطت؟ هل كنت طلعت ونسيت انك توقف دقيقة صمت على ارواح هدول الاشخاص؟ انا كنت اكيدة لو احد اقاربك هن اللي صار لهم شيء او احد اولادك، لكان اول شيء صار انه كل الشعب رح يتحقق معه، رح ينشحط وينضرب لحتى نعرف مين ورا هي القصة. لكان صار في حداد اكثر من 40 يوم، لكانت سكرت كل المحلات، لكان فرض حتى الحزن على الشعب. يعني أنا بس بدي أقول إنه دم أي مواطن ما نو أرخص من دم أي ولد من أولادك، ولا نو حتى أرخص من دم حضرتك لو فيما كنت أنت الشخص المقتول. المواطنين كلهم سواء، وأنت أحد المواطنين، رغم إنه أنت مسؤوليتك إنك أنت رئيس لهدول المواطنين. نحن ما عاد فينا نسامح بعد كل شيء عم بيصير، وما بنستطيع إنه نسكت عن هاي المجزرة، وما تستغرب إنه نحن ليش عم نطلع، رح نطلع أكثر ونتظاهر أكثر لنوصل للي بدنا إياه. بالنهاية بدي أقول إنه طالما أنك غير قادر على فهمنا وغير قادر على فعل أي شيء، ليش ما بتروح؟ ارحل، دعنا نقرر مصيرنا، نتنفس الحرية اللي حرمتونا إياها لعقود وعقود وعقود. وبدي أقول شغلة كمان، إنه الحرية هي حقنا وهي مانا مكرومة ولا منحة، لا من خالد عبود ولا من رئيس الجمهورية ولا من أي أحد آخر. طالما أنت غير قادر على إيقاف النزيف في جسد الأمة، ارحل، ارحل ودعنا نعيش بسلام. ارحل واحقن الدماء، ارحل وأثبت لنا على الأقل أنك اندمت على هي الأفعال المشينة يلي صارت إذا مو بإيدك فصارت بظلك. ارحل ولا تنتظر أنه الشعب يرجع على بيوته قبل ما أنت ترحل. فارحل واحقن الدماء وخلي الشعب يعيش كما هو يشاء ويقرر مصيره. ويحيى الشعب السوري العظيم، وتحيا سوريا حرة وآمنة.